السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين بيتزا سائلة جميلة جدا وبسيطة جدا وكمان سهلة ومش بتاخد وقت. حقيقي وصفة جميلة جدا جدا وطعمها وريحتها حلوة جدا. شايفين المستوية كويس جدا وكمان طعمها حلو جدا جدا. شايفين حلوة قوي ازاي، كمان واخده لون حلو قوي من تحت. بجد هتعجبكم جدا جدا وكمان خفيفه قوي قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدا مع بعض الفيديو. اول خطوه معايا زي ما انتم شايفين هضيف معلقه خميره، هضيف كمان معلقه صغيره سكر، نصف كوب ماء دافي، وهبدا اقلب المكونات دي مع بعضها عشان ندوب السكر. خلاص كده السكر داب فيها. دلوقتي هبدأ اضيف باقي المكونات معايا. هضيف 4 معالق كبيرة زيت، كمان هضيف نص كوب زبادي وطبعا رشة ملح، نص كوب زبادي. هضيف نص كوباية بس او نص علبة زبادي وهقلبهم كويس. هضيف معلقة صغيرة زعتر، كمان هضيف معلقة بيكنج باودر، هنضيف كمان معلقة كبيرة خل، وهقلبهم وهرجع اضيف بيضة، بعد كده هبدأ اضيف كوب ونص دقيق. هنخد دقيق كويس جدا وهبدأ اقلب المكونات كلها مع بعضها. مش هعجن خالص، هستخدم المضرب او الاسباتيلا بالشكل ده. شايفين القوام سائل جدا، شايفين المطة اللي فيها، هو ده القوام المطلوب. دلوقتي هبدأ اجهز الصينية، دهنتها زيت وهبدأ انزل فيها بكل البيتزا اللي معايا، وهبدأ افردها واوزعها كويس اوي في الصينية. خلاص كده بقت جاهزة معايا. هسيبها في مكان دافي مدة نص ساعة او تلت ساعة عشان الجو حر طبعا لحد ما تخمر. خلاص كده البيتزا خمرت معانا زي ما انتم شايفين. هبدأ دلوقتي انا ما عنديش صوص بيتزا، هستخدم كاتشب بديل صوص البيتزا. نستخدم كاتشب، لو عندنا صوص بيتزا عادي نقدر نستخدمه ونوزعه بالشكل ده على البيتزا بفرشة او اي حاجة متوفرة معانا. بعد كده هضيف البيتزا الموزاريلا، الجبنة الموزاريلا. بعد كده عندي كمان فلفل متقطع بالشكل ده. طبعا حشو البيتزا اي حاجة احنا حابين نضيفها حسب رغبتنا. كمان هضيف زيتون مخلي، هضيف لانشون هنا حلقات زي ما انتم شايفين. هبدأ اوزعه على البيتزا بالشكل ده. زي ما اتفقنا نقدر نغير الحشو زي ما احنا عاوزين حسب رغبتنا. خلاص كده البيتزا بتاعتي بقت جاهزة زي ما انتم شايفين. هدخلها اخبزها في الفرن.
على درجة حرارة 180. دي البيتزا بعد ما خلقتها، طبعا حطيت عليها رش موتزاريلا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شكلها وريحتها وطعمها حلو جدا. دلوقتي هبدأ اقطعها، حقيقي حلوة جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.